فلذلك ربنا بيغير الأحوال، تلاقي راجل غني بقى فقير، وتلاقي راجل فقير بقى غني، وراجل يعني قوي. يعني والله تحدث إلي هذا الأسبوع أحد الناس عن شخص بيقول لي والله يا مولانا كان بيروح 3 بلاد على رجليه رايح أو 3 بلاد جاي، وما كانش بيحب يركب سيارات خالص. تعالى الوقت يا مولانا الوقت بيحملونه من مكان إلى آخر. الصحة لا تدوم، والمال لا يدوم، ولا دائم إلا وجه ربك الكريم، لا دائم إلا وجه ربك الكريم. فلذلك لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلائق وكتب عليهم الموت، فقال جل جلاله كل من عليها فان، محدش هيعمر، كل من عليها يعني كل اللي على الأرض. هنا ملائكة السماء فرحت لما الأول قال لك ربنا قال كل نفس ذائقة الموت، بدأ الملائكة يا أخوانا فرحوا وقالوا ده ربنا يقصد هنا النفس البشرية، يبقى احنا كده مش هنموت. بعد كده ربنا قال لهم كل من عليها فان، اللي على الأرض إيه؟ كل من على الأرض فان. قالت ملائكة السماء نحن فوق الأرض، نحن لسنا على الأرض، إذا لا نذوق طعم الموت. صلينا على رسول الله. فأنهى ربنا هذا القول كل شيء هالك إلا وجهه. عندئذ علمت الملائكة أن كل من على قيد الحياة لا بد وأن يذوق طعم الموت، ولا يبقى إلا الله، لا يبقى إلا ربنا سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك في آخر المطاف القيامة لما بقى تيجي تقوم والملائكة هتموت، فيبدأ ربنا سبحانه وتعالى يسأل ملك الموت يا ملك الموت ما الذي يبقى على قيد الحياة؟ صلينا على رسول الله. يا ملك الموت مين كده اللي لسه عايش؟ فملك الموت يقف ويقول لا يبقى يا رب إلا أنا وجبريل وإسرافيل، إحنا الثلاثة بس يا رب. الله، أين البشر؟ أين الثقلين؟ أين الإنس والجن؟ أين الحشرات؟